اهلا بكم في كورس جديد مع ميد بلس. انا دكتوره انجي عبد اللطيف، كونسلتنت بيدياتريشن اند فيلو اوف ذا رويال كوليدج اوف بيدياتريك اند تشايلد هيلث. الكورس بتاعنا النهارده بيهم كل طبيب اطفال، برضه بيهم الممارس العام الجي بي والفاميلي ميديسن دكتور وحتى طبيب الامتياز. كومن بيدياتريك برزنتيشنز. مختلف في ايه؟ مختلف في ان هو بيتناول الموضوع بطريقه غير تقليديه، يعني بدل ما نتكلم عن كل ديزيز بالطريقه التقليديه ساينز اند سيمبتومز، دايجنوزز، ديفرنشال دايجنوزز، تريتمنت، احنا بنتناول الموضوع بطريقه عكسيه ولكن بطريقه عمليه. بمعنى ان احنا بنتكلم عن البرزنتيشن اللي جاي بيها الطفل قدامنا، لان الطفل ما بيخشش يقول انا عندي برونكيال ازمه، لكن بيجي يشتكي من كف، ما بيجيش يقول انا عندي ابندسايتس، بيجي يشتكي من مغص في بطنه او وجع في بطنه. فالكورس بتاعنا بيتكلم عن البرزنتيشنز نفسها، بيتناول الموضوع من نقطه البدايه بتاعت كل محاضره هي البرزنتيشن. الكورس بتاعنا عباره عن 15 محاضره انتراكتيف، بتتكلم عن اهم 15 برزنتيشن في الاطفال. كل محاضره بتتناول برزنتيشن او السيمتوماتولوجي دي، وبتتكلم عن الديفرنشال دايجنوز بتاعها، الالجوريثم بتاع الابروتش للطفل ده وازاي نتعامل معاه ونوصل ازاي للتشخيص فيه، وايه الانفستيجيشنز اللي نعملها، والبلان اوف مانجمنت. كذلك في شورت سيناريوز. اهم ميزه بتستفيد بيها من الكورس ده ان حضرتك بتحسن الدايجنوستيك سكيلز بتاعتك، بيبقى عندك مور كونفيدنس في التشخيص في حالات الاطفال، وبتزود الكومبتنس بتاعتك، وبالتالي بيكون المانجمنت بلان بتاعك ادق.